السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا بخير، واخيرا رجعت معكم من بعد غياب طويل لظروف صحية. ان شاء الله دابا فيديوهات جداد، شهيوات جداد. ان شاء الله اليوم فيديو جديد غدا نحضر معكم واحد الشباكية كتجي ساهلة وبدون تعقيدات، وكتجي لذيذة، كتجي معلكة، كتجي شاربة العسل. تبعوا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا الطريقة وغادا تنجح معكم 100%. المهم كتجي هشيشة بزاف. غنحتاج كيلو ديال الدقيق المزيان وشويه ديال الملحه وصفر بيضه، وعندي معلقه كبيره ديال النافع مدقوق ومغربل، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هي مدقوقه ومغربله، وعندي كاس ديال الكاوكاو مطحون مزيان، ولا ما طحنش لكم مزيان تغربلوه، وكاس ديال الجنجلان مصهدته واحد شويه وطحنته حتى هو مزيان، وعندي معلقه كبيره معامره ديال القرفه، وعندي المسكه الحره طقيتها مع شويه ديال السكر صافي وسميتو. وغادا نخلط هادشي مزيان، وغنزيد عليهم عندي كاس ديال الماء ديال الزيت مخلط، نص كاس ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال زيت المائده، وعندي وكاس ديال الماء الزهر وكاس ديال الزبده تكون نوعيه جيده، وذوبتها مزيان حتى تيحيد من داك الماء، كتكون على شكل نوازيط، وربع كاس ديال الخل وكاس ديال الماء درت فيه ضماد ديال الزعفران صافي. دابا غادا نبسبس وخماره حمراء، غنبسبس هاد العناصر مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم في بحال هكايا، وغادا نغربلو يعني باش ما تيبقاوش دوك الحبيبات. كنغربلها، ممكن تغربلوها حتى 2 مرات مزيان صافي. غنخلط هاد العناصر مزيان نبسبسهم مزيان ونغربلهم في الغربال، ممكن تغربلوهم حتى 2 مرات. وهكايا ممكن ديروها بحال ما كتغربلوها وديروها في واحد البلاصتيك وتخليوها حتى للغد وعاد تعجنوها. الا كان عندكم الوقت، ما كانش عندكم كتخلطوها مزيان وفي نفس النهار كنعجنوها صافي. دابا غربلتها وغنزيد هاد الخماره حمراء حتى هي نغربلها صافي. وهنايا غادا نزيد داك الكاس ديال الماء اللي فيه ضامه البنه الزعفران، ونزيد ربع كاس ديال الخل صافي. والماء الزهر غنبقى نزيد بشويه بشويه. العجينه خاصها تكون قاصحه، كندلكوها واحد شويه صافي وكنخليوها ترتاح. ممكن المهم العجينه باش ما تعذبكمش خاصها تكون قاصحه، الا طلقتوها غادا تعذبكم في التشباك صافي. هكايا المهم بهذه الطريقه هذه كنبقى ندير هكا، كنجمع غير بشويه بشويه، وكنزيد شويه ديال الخل ديال الماء الزهر، يعني ما كنزيدش داك الكاس كامل في دقه واحده على حساب الطحين، نوعيه ديال الطحين شحال غادي تهز ليا. ممكن تهز ليا الكاس كامل، ممكن ما يتهزش ليا الكاس كامل صافي. انا درت داك الكاس كامل، ودابا غادا نجمعها وندلكها مزيان ونخليها ترتاح حتى ترتاح ليا مزيان. ممكن تعجنوها وتخليوها حتى الصباح وعاد تخدموها صافي. انت ممكن هكايا، انت دابا العجينه راه قاصحه، غنخليها ترتاح صافي. انا من خليتها ارتاحت واحد شويه، هنا غادا نطلقها هكايا، درتها كويرات، قسمتها كويرات، وغادا نشكلها هكايا على شكل مربع هكايا صافي، ونديرها في البلاستيكه هكايا مربعه، ونديرها في البلاستيكه. من بعد غادا نبدا بالاولى، ندير هذوك الكويرات كاملين ونبدا بالاولى هكايا نشكلها صافي. من بعد ما ساليت هنايا صافي غنطلقها بالدلاك بحال هكايا، نطلقها ما نطلقهاش كامله، غنورق بالماكينه، غادا غير نطلقها هكا واحد شويه ونقطعها هكايا صغيره صافي. وغادا نورق بالماكينه. اللي ما عندوش الماكينه هكايا صافي يورقها غير بالدلاك. فهنايا كنورقها بالماكينه هكايا. المهم على حسب الرق اللي بغيتو. المهم هي احسن فاش كتجي رقيقه كتجي زوينه،
المهم كاين اللي كيبغيها شويه تكون غليظه. صافي هكايا كنورقها مزيان. هانتوما فاش كنكونوا مغربلين كلشي ما كتجينا حتى شي حبيبه باش ما تتقطعش لينا العجينه، يعني كنورقوها ساهله وما كتقطع لينا العجينه، ولا كنخدموا بها كما بغينا. الا ما طحنتوش هكا حبه حلاوه مزيان وسميتو ما غربلتوهمش، يعني كتجيو دوك الحبيبات كتقطعهم. صافي هنا كناخذ الجراره وكنقطع. بغيت المهم انا غندير فيها 5، كندير 1 2 3 4 والخامسه صافي كنقطع. عاوتاني كندير 1 2 3 4 والخامسه كنقطع بحال هاد الطريقه هذه. كاين اللي كيدير فيها حتى 6 وهي صغيره كتجي زوينه. صافي وغدا بالنسبه للتشبيكه راه ساهله. انت كندير جوج فوق جوج والاخرى كنديرها في الجنب وصافي، وكندير لها هكا. انا نعاود معكم وحده اخرى. كندير جوج فوق جوج بهذه الطريقه، وديك الشريط الاخراني كنديرو هكايا وكنضغط مزيان باش ما تسحلش لينا، وكنضغط في الجناب بهذه الطريقه. هاد التشبيكه هذه راه ساهله وكتجي زوينه. هانتوما كيفاش كتجي، وانا درتها صغيره ما درتهاش كبيره بحال هكايا. صافي كنخليها تنشف. انا خليتها حتى للغد ليه عاد. صافي عاد بديت كنقليها. هنا كندير الزيت حتى يسخن ليا مزيان وصافي. ومن تنبدا ندير الشباكيه كنقص البوطه باش ما تحرقش ليا. كنقص وكنخليها طيب مزيان. صافي كنبقى نحركها هكايا بهذا ديال الشوا وصافي. غير كتذهب ليا صافي كنديرها في العسل. صافي كنديرها في العسل تيكون بارد ويكون ثقيل باش كيشد لينا في الشباكيه. غير كتذهب لينا كنحيدها هانتوما، وكنخليها حتى نخليها في العسل حتى نبغي نحيد الرميه الاخرى وعاد كنحيدها. العسل راني محضره معاكم يعني الطريقه ديالو في القناه. هكايا. وهانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي في الاخر. كتجي زوينه وكتجي فتيه بزاف. كتجيب هكا فتيه بزاف وكتجي معلكه والعسل داخل فيها من الداخل. هانتوما كيفاش كتجي. هانتوما من الداخل كيفاش كتجي. كيجي العسل داخل فيها. العسل خاصو يكون ثقيل باش كيشد في الشباكيه، اما الا كان خفيف راه ما كيش يعني كيدوب عليها ما كيبقاش فيها. هانتوما كيفاش كتجي.